اهم 3 فيتامينات لصحه الاعصاب. لو بتحسوا بتنميل وشكشكه على طول وحاسين ان انتوا اعصابكم سايبه كده ومش قادرين تعملوا حاجه، هقول لكم على اهم 3 فيتامينات بيعملوا ايه، نقصهم بيعمل ايه، وتاخدوهم منين. ال3 بيز اللي هما فيتامين بي 1، فيتامين بي 6، وفيتامين بي 12. البي 1 اول واحد بيساعد في نقل الاشارات العصبيه وبيحافظ اصلا على نسيج العصب. نقصه بيعمل تعب، ارهاق، صعوبة في التركيز، تلاقي نفسي مشتت دايما ومش مركز، وممكن لا قدر الله نقص فيتامين بي 1 يعمل ضعف في عضلة القلب. اخده منين فيتامين بي 1؟ من 3 مصادر، اهمهم اللحمة، المكسرات، والبقوليات. تاني واحد البي 6، ده بيدخل اصلا في تصنيع النواقل العصبية اللي بتخلي الخلايا العصبية تتواصل مع بعضها، فانا اشوف واحس واتكلم. ونقصه للاسف بيعمل تشنجات وبيعمل تنميل. من الموز، من البطاطس، من الفراخ. اخر واحد واشهرهم على الاطلاق والشعب المصري تقريبا كله بياخده هو فيتامين بي 12، وده مهم جدا لتكوين غلاف العصب، لان العصب عامل زي السلك البلاستيك كده، لازم يكون عليه غلاف بلاستيك كده من بره علشان خاطر يحميه، فاللي بيكون الغلاف ده هو فيتامين بي 12. نقصه برضه بيعمل تنميل وبرضه بيعمل مشاكل في الذاكره وفي التركيز، واللي فعلا اعراضه الجانبيه لما بينقص ممكن توصل للاكتئاب. ناخده منين بسرعه؟ الحقونا من اللحمه، من الكبده، من السمك، من البيض، اللبن. 3 فيتامينات دول لو احنا دخلناهم في الروتين بتاعنا في الدايت نحافظ على اعصابنا، ولا هنحس بتنميل ولا بشكشكه ولا بزغلله ولا الحاجات دي خالص تاني. بس في ابسط من كده؟